طبعا هتقولي لي ان ده مشمش، لا دي مش مشمش خالص. طبعا شكل المشمش خالص يا جماعه زي ما انتم ما شايفين، بس انا عايزه اقول لك دي حاجه بسيطه احنا كلنا بنشتريها من السوق ورخيصه جدا. دي يا جماعه بطاطا انا عاملاها معاكم النهارده بطريقه روعه. انا عملت معاكم الفيديو ده قبل كده وكان صوتي رايح فيه، فحبيت انزله لكم مره تانية. تعالوا نشوف مع بعض. بصوا يا جماعه ده اختراع. دي معانا هنا بطاطايه واحده، هنبدا نقشرها بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. خلاص طبعا يا جماعه لازم تجربوا الوصفه دي، تحفه. ومعانا هنا جزرتين برضو هنبدأ نقشرهم زي ما انتم ما شايفينهم، وهنغسلهم وهنبدأ نقطعهم زي ما انتم ما شايفين. بصوا بقى، يعني النهارده مش عايزاكي تعدي اليوم فعلا من غير ما تعملي الوصفة دي. سهلة جدا، وفرحيهم بيها الصبح الجمعة، بكرة الجمعة يا جماعة يوم الأجازة. مش نص بقى كوباية مية وشوية سكر، وهنبدأ نسلقهم مع بعض. يلا خلاص سلقناهم، ابدأي افركيهم كده، اهرسيهم بالشوكة. خلاص زي ما انت ما شايفة كده هرسناهم مع بعض. هنسيبهم يبردوا سنة علشان هنحط بضاية عشان البضاية ما تستويش معانا. وهننزل بكيس من الفانيليا، وهنبدأ ننزل بالنشا بتاعنا. مش هقولك بقى دلوقتي هنحط قد ايه لغاية بس ما العجينة تمسك معانا. خلاص هتبدأي تقلبي البطاطا والجزر مع النشا زي ما انت ما شايفة بالطريقة دي. بس هنبدأ بقى نعجن. هنشيل بقى هنا المعلقة وهنستخدم ايدينا زي ما انتم ما شايفين. خلاص هنبدأ نعملها وهنقفلها كده، هنغطيها بكيس وهنسيبها في التلاجة لغاية ما تمسك معانا. ومجرد ما تطلع من التلاجة بعد حوالي نص ساعة هنبدأ ناخدها ونشكلها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. خلاص زي ما انتوا ما شايفين بالشكل ده. شايفين المنظر ده؟ هتشكليها كده. معلش هتاخد معاكي وقت، بس بصراحة النتيجة تستاهل زي ما انتوا ما شايفين. وهنخلص مع بعض بقى كده كل الكمية زي ما انتم ما شايفين. جربيها هتعجب ولادك جدا. اهو شايفين تشكيلها بسيط خالص، مجرد بس ما تعملي شوية كده هتلاقي ايدك خدت على الطريقة. وشوية مية بقى سخنين على النار، ونحط عليهم شوية زيت. وهنبدأ ننزل يا جماعة بالبطاطا في المية المسلوق في المية دي، وهنبدأ نسلقها. يا ريت بقى لو وصلت هنا ما تنسيش تحط اللايك، وبحبكم في الله. خلاص مش هتاخد معانا وقت على النار من 5 ل7 دقايق، وهنبدأ نطلعها زي ما انتم شايفين. خلاص اهي شايفين، مجرد ما انت هتمسكيها انت هتحسها كده بايديكي وهتلاقيها متماسكه معاكي. هتبدأي بقى هنا تطلعيها. خلاص طبعا في الوقت ده احنا حاطين شربات على النار يا جماعه، لان هي مجرد ما بتخرج احنا بنسقيها بالشربات. شايفين اول حاجه. ونخلص مع بعض هنا كل الكمية زي ما انتم ما شايفين. خلاص وياريت بقى الشربات يكون بارد عشان هي لو سخنة هتعجن معاكي. خلاص هنا مجهزين الشربات معانا، وهنبدأ نقلبه في الشربات بالطريقة دي. وهتبدأي بقى تطلعيه وتقدميه بقى كده وتطلعيه لولادك في اطباق كده صغيرة، وكل واحد شوكة، وهيستمتعوا جدا بالوصفة وهيحبوها. وبكرة الجمعة تصحي الصبح تعمليها، وبسيطة ومش مكلفة خالص زي ما انت ما شايفة. يا ريت بقى لو عجبك ما تنسيش تحط اللايك. خلاص واشوفكم بخير حبايبي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.